الزمالك عظيم جدا. انا مبسوط فوق ما تتخيل ان الزمالك حي يرزق. ده الموضوع، ان الزمالك لسه عايش، لسه بيكسب. بتمشي منه لعيبه زي ناصر ماهر، وانا كنت شايف ان ده اعظم قرار الاداره خدته، ان ناصر ماهر كان لازم يمشي. لعيب كان عامل مشاكل، وجوده في الملعب. عندك ناصر ماهر لازم هيلعب، اي مدرب هيلعبه. ما بيديش في الملعب، ما بيديش ليه، ده موضوعه. بس انا كنت شايف ان ناصر ماهر يا يقعد يا يمشي، وكان الاحسن بالنسبه له انه يمشي، وهو مشي. لما مشي انت عندك ده يرجعنا بقى للصفقات بتاعت اول الموسم اللي الزمالك جابها. جاب بزيرا، وجاب شيكو بنزا، وجاب ادم كايد، وجاب عبد الحميد معالي، جاب لعيبه كتيره. انا شايف ان هي لعيبه كوره عظيمه جدا، بس اللعيبه ما بتديش، لان انت كنت الزمالك جاب شيكو بنزا، جاب عبد الحميد معالي، جاب لعيبه كتيره جدا، جاب ادم كايد طبعا. اللعيبه دي انت لما بتيجي تعمل فريق جديد، اصلا الفريق ده بياخد وقت كبير. يعني الفريق ده يبقى مستقر ماليا، مستقر اداريا، مستقر فنيا. لا، ادام جايب لعيبه كتيره كده، اللعيبه دي عايزه موسم على الاقل عشان يحصل معاها تجانس. خلاص، انت بدات الاول، جبت مدير فني تعبان جدا، ما عندهوش كوره، فاللعيبه دي ما بقاش عارف ينزل يحط تشكيل. عندك صفقات بره، الصفقات ظاهره بهتانه جدا، تبان ان الصفقات فاشله. بس اللي بيفهم كوره عارف ان الصفقات دي تقيله جدا. يعني لعيب زي شيكو بنزا لسه عامل زي المكنه اللي ما طلعتش قماش لسه، لكن هو عنده اللي بيفهم كوره هيفهم ان شيكو بنزا ده لعيب عنده. ده في ماتش المصري النهارده، في كام كوره رجع يدافع فيهم، كان بيتمشى عادي، لكن اول ما طلع جاب الكوره واسترجع الكوره وبدانا هجمات. فشيكو بنزا لعيب جامد جدا، ومع معتمد جمال ان شاء الله بامر الله هيقول حاجه. آه، الزمالك في مشاكل، فما بالك بقى ان اللعيبه اصلا لا بتقبض مستحقات. ودي حط نفسك مكان اللعيب ده، انت لو مسافر اي بلد وبتشتغل اي شغلانه وما بتاخدش فلوسك، انت هتبقى مستقر، هتعرف تنتج. فادي الاستقرار مش موجود، الازمات الماليه طاحنه يعني. فاللعيبه مش مستقره، ولحد النهارده لسه في ازمات ماليه. بس فكره الارض البديله اللي طلعت، او حد ساهم ان اللعيبه دي تقبض اجزاء من مستحقاتها، ممكن خلت الامور احسن شويه. يهمني في ماتش النهارده الروح اللي فيها اللعيبه الفتره دي كلها، اصلا من بعد ما رجعنا من بطوله افريقيا بتاعت افريقيا بتاعت المنتخب، واللعيبه والزمالك لعب ماتشاته. في الماتش الاولاني بتاع مصر ما كانش احسن حاجه، لكن الماتش الثاني انا شفت روح بس في الملعب. الفنيات قليله جدا، بس في روح مغطيه كتير على الملعب، ومش محسسك ان انت عندك نقص كتير. انت بتلعب قدام المصري، خد بالك المصري فيه كواليتي لعيبه حلو جدا. اول ما الزمالك بدا للكونفدراليه، مش شايفين مع الزمالك غير حاجتين مهمين جدا، ودي اهم حاجه في اي فريق: الروح والرغبه الحقيقيه في المكسب. الرغبه الحقيقيه في المكسب اللي بتخلي فريق عنده نواقص كتيره جدا في الفريق، مخلياك عارف تنزل تقف على رجلك وتكسب، والمصري يتعادل وانت تكسب او تجيب جول الفوز وتطلع كسبان 2-1. فرحان جدا بهدف عدي الدباغ. انا بفرح لما عدي الدباغ بيجيب جول بصراحه. في حته فنيه كابتن معتمد جمال بيعملها، ودي مخلياني فرحان بيه جدا ومبسوط بيه جدا، وهي ان خوان بزيرا مش طول الماتش فاتح على الخط زي ما كان بيعمل مع المدربين اللي قبل كده. لا، بقى بيتواجد جوه منطقه الجزاء، يعني دايما هو الوينج اللي بيضم القلب الملعب. خلاص، فهتلاقيه في اماكن خطر كتير. لكن هتفضل المشكله اللي كنا بنتكلم فيها اول الموسم، اللي هي ايه؟ خوان بزيرا الفينش بتاعه ضعيف جدا، ضعيف جدا. اعتقد هي كانت مرحلتين ماشي، يعني هبسطها لك عشان تبقى فاهمني. المرحله الاولى ان انت عايز مدير فني يوجد له مكان في منطقه جزاء الخصوم. خلاص، دي ما كانتش بتحصل، ولما كانت بتحصل كانت بتحصل فرديه منه هو، فما كنتش بتلاقي جمله بتحصل. لكن انت دلوقتي بتشوف مع كابتن معتمد جمال، هو بيسحب وبتلاقي حد بيبص له الكوره جوه. دي حاجه حلوه جدا، حصلت مع شيكو بنزا من دونج على فكره كذا مره. بس تتقطع منه، يقع فيها يطلعها، تطلع منه كورنر. ده نظام لعب. خلاص، في جمله هي بتتقال على الوينجين. نيجي بقى عند الحته بتاعت خوان بزيرا، هي مش احسن حاجه، مش الفينش بتاعه مش احسن حاجه. فلما هتيجي مع كل مره انا بوصلك للنقطه دي، وانت ما بتعرفش تستغلها لان الفينش بتاعك سيء، يبقى المفروض ان كابتن معتمد جمال يشتغل على الفينش بتاعه. لو اشتغل على الفينش بتاعه، اخوان بزيرة ده مكانه مش هيبقى في مصر خالص، مش هيبقى جوه مصر ولا جوه افريقيا. ده هيبقى عالمي. لو لعيب بالمهارات دي والامكانيات دي عنده فينش عالي كمان، يبقى هو كتير على الدوري المصري بصراحه.
وكتير على الدوري، على القاره الافريقيه كلها، حتى في بطوله ابطال افريقيا. فناهيك ان هو بيلعب في الدوري بس. الزمالك على مدار تاريخه اهم ما يميزه هو الجمهور بتاعه. الجمهور بتاع نادي الزمالك عظيم جدا، وراه في المدرجات، وراه في عز الازمات. لو اي نادي تاني عنده المشاكل دي كلها، انت استحاله كنت تلاقي فيه بني ادم واحد جوه في المدرجات. لكن جمهور نادي الزمالك دايما حاضر في الازمات. يعني لو نادي الزمالك ظروفه احسن حاجه، بتلاقي الجمهور ممكن ما يروحش، لكن رغم انه بيروح، بس انا بقول لك يعني ممكن ما يروحش، لكن دايما في الازمات بتلاقي دايما العدد اللي مسموح به لنادي الزمالك المليان. وراه في كل الاستادات. يعني النهارده كان بيلعب في استاد السويس، وراه في استاد السويس تشجيع للعيبه، حماس من اول دقيقه. فجمهور الزمالك شابوه، شابوه، يتعمل لك تمثال، تستاهل تاخد جايزه اوسكار احسن جمهور. كابتن معتمد جمال مدرب لازم ياخد فرصته بصراحه، لازم ياخد فرصته كامله. ما ينفعش نتكلم على مدرب اجنبي ومش مدرب اجنبي. لا، اولا انت لو هتجيب مدرب اجنبي، لا، ادي اللعيبه الاجانب اللي عندك حقوقها، ده اهم حاجه. انت عندك مدير فني دلوقتي يبدا يقول، يعني في مش شايفين له غلطات. انت مش كل عشان في حزب بس غلط بتتعمل، اللي هو ايه، طب انا فين من الاهلي وانا فين من بيراميدز؟ انت بتلعب الفرقتين دول، انت مش هتلاقي، يعني انت خلاص لعبت الاهلي ولعبت بيراميدز، فانت مش كل ماتش هتلاعب بيراميدز وهتلاعب الاهلي. فنحترم برضو المشاكل اللي فيها نادي الزمالك، ونبطل ننادي في فكره المدير الفني الاجنبي. هو كابتن معتمد جمال على قد الشغل وعلى قد الفرقه اللي بيقابلها كويس جدا، وان شاء الله يعلى اكتر من كده، ياخد فرصته زي اي مدير فني. انت لو جبت مدير فني اجنبي، هيبقى بالنسبه له الموسم خلص خلاص وابدا من الموسم الجديد. احنا مش عايزين كده. خلي المدير الفني المصري اللي هو كابتن معتمد جمال ياخد فرصته كامله، وان شاء الله بامر الله يقدر يقول حاجه كويسه في نهايه الموسم تخلينا نستنى عليه السنه الجديده بامر الله، مع تدعيم الصفقات، مع ال 100,000 قضيه اللي على نادي الزمالك اللي بتوع ايقاف القيد. انا مش عارف اصلا الزمالك لما يجي يفكر في الموضوع ده ويحل القيد، هو هيحل مين قبل مين، ولا هيفتح القيد ازاي؟ حقيقي مستني اشوف، ومستني اشوف شغل مجلس الاداره في الملف ده. طبعا النهارده مفيش تقييم لعيبه نادي الزمالك، كله 10 من 10، كله على الروح وعلى الرغبه الحقيقيه في المكسب 10 من 10، على الاداء اللي انت عايز تفرح بيه جمهورك، وعلى النتيجه اللي انت عملتها جوه المباراه تخليك اول مجموعه. شابوه، شابوه لكل لعيبه نادي الزمالك، شابوه من اكبر حد لاصغر حد جوه نادي الزمالك. الجمهور بيقول لك شابوه. احنا مبسوطين جدا باللي احنا شايفينه، مش على حس المكسب بس، مش عشان المكسب بس، علشان احنا شايفين اللعيبه جوه الملعب فيها الروح، دبه فيها الروح وشغاله. مش لعيبه مستسلمه، مش لعيبه معلقه مشاكلها على شماعه الظروف، وان النادي ما فيهوش فلوس وايقاف القيد. الظروف اللي فيها نادي الزمالك دي توقع اي حد. ففكره ان اللعيبه دي بتلعب بالروح دي وبالاداء ده وبالرجوله دي، زي ما بيبقوا وحشين في اوقات كتير والواحد بينتقدهم، لازم لما يبقوا حلوين في الظروف الصعبه دي، لا، ده بدل المدح يبقى اضعاف بصراحه. ويستاهلوا بصه من الاداره ان اللعيبه دي لازم تاخد مكافآت. بس احنا هنكلم مين؟ اداره النادي الزمالك يعتبر من غير اداره اصلا. بالنسبه لي لحد دلوقتي، طول ما الزمالك فيه مشاكل بتظهر له مشاكل هو ما بيحلش، بالنسبه للزمالك من غير اداره، لحد ما نبدا بقى نشوف بيحل المشاكل ازاي، ولا هيستقيلوا، ولا ايه اللي هيحصل. عاشور ومشاكل امام عاشور من هو في الزمالك اللي بعد ما راح الاهلي، واضح ان المشاكل لسه مكمله. امام عاشور، اولا خلينا نبقى متفقين على حاجه، حضراتكم عارفين ان انا راجل زملكاوي. امام عاشور يرجع الزمالك؟ انا لا طبعا. انا الحاله الوحيده اللي ممكن ابطل اشجع فيها نادي الزمالك هو ان امام عاشور يرجع الزمالك خلاص. ولو سالت اي زملكاوي هيقول لك كده. في شويه زملكاويه هيبقوا باصين ان هي مقايده في الاهلي، ده موضوعهم، لكن معظم جمهور الزمالك لا يقبل بعوده امام عاشور. هتقول لي امام عاشور رجع. امام عاشور لما مشي غصب عنه، وكانت الاداره قافله الباب في وشه وما كانش ينفع يرجع، ومرتضى قال ان هو لو دفع فلوسه مرتضى يتسال قانونيا. انا معاك في كل ده، بس في تفاصيل كده يا جماعه قبل العقود ما بتتمضي. نرجع بس عشان احنا بننسى شويه. امام عاشور لما كان محترف وطلع في البرنامج بتاع رامز جلال، الحق لما كان في مشاكل بينه وبين الاهلي، انت شفت قال لك على كهربا ده اخويا وانا ادفع وانا صح، ويعتذر للاهلي ويعمل كل الحاجات دي. هل ده من فراغ؟ لا، انا لما شفته في البرنامج ده عرفت ان هو خلاص في تفاوض مع الاهلي. تمام.
امام عاشور لما رجع من الدنمارك بالاصابه بتاعته، لما جه على نادي الزمالك، ده وضع طبيعي على فكره، عشان هو دي الحاجه اللي هو بيستشهد بيها، اللي هو انا لما رجعت لك. تمام، ده وضع طبيعي جدا. خلاص. لكن انت مثلا يا امام، انت ما كانش ينفع تروح تمضي في الخليج؟ اصل تفاصيل امام عاشور دي غير كل اللعيبه اللي راحت. يعني امام عاشور غير زيزو. امام عاشور هو من يعني هو من جمهور التالتة. فامام عاشور ده كان صعب، الالم فيه كان جامد، كان جامد. خلاص. حاجه بقى بتخليني اضحك وقهقه لما بسمع ان ممكن اداره الاهلي تعاقب امام عاشور باي يعني اقنعني ازاي يعني انت مثلا، هل في حد في النادي الاهلي، في كل النادي الاهلي، يجرؤ يتكلم امام عاشور ويحط عيني في عينه؟ يعني انت ممكن تكلم امام عاشور وتبص له كده تقول له يا امام انت مخصوم لك كذا عشان عملت كذا؟ استحاله، استحاله. بيبقى كلها ورقيات، بيبقى كلها حاجات بتطلع للجمهور، لكن جوه النادي استحاله حد يقدر يكلم امام عاشور يحط عينه في عينه ويقول له انت مخصوم لك كذا. اصل انت جبت الجرأه منين؟ انت جبت الجرأه منين؟ انا راجل قبل ما اجي لك النادي بتاعك وانا في نادي الزمالك ليا فيديو منتشر، يعني حلني من ان انا اذكر لك هو قال ايه. لحد النهارده انت بتحاول، اقولها ازاي، انت بتحاول تفك المشكله اللي انت عملتها مع امام عاشور. انت غلطت خطأ تاريخي، بس انت عارف الغلط بيجيب غلط. انت عشان تقول ان مش امام عاشور بس اللي جبته، يعني انا ما اتنازلتش عن مبادئ النادي الاهلي عشان خاطر امام عاشور. لما امام عاشور غلط في الاهلي انا ما اتنازلتش عن الغلط اللي غلطه لما رحت جبته. انا لما سمحت الكل، رحت جبت ياسين مرعي ورحت جبت احمد عيد، بالدليل ان ياسين مرعي ده لعيب عادي جدا، لعيب عادي جدا. انت رحت جبته، كان ايه الهدف؟ انت كان عندك 100 لعيب تاني احسن منه، انت ليه رحت جبت ده بالاخص؟ عشان تبين ان امام عاشور زيه زي غيره، احنا سامحنا الكل. حلو. احمد عيد اصلا ما بيلعبش في فرقته، هو في المصري ما كانش بيلعب في المصري، كان كابتن حسام حسن ما عرفش ليه بيضمه اصلا وما لعبش معاه. طيب، حتى لما اتطرد محمد هاني مش هو اللي لعب، هو بس كان بيتاخد كده صرميه يعني. طيب هو لما كان بيلعب، لما كان في المصري كان بيلعب؟ لا، ما كانش بيلعب. انت رحت جبته ليه؟ عشان خاطر يبقى كلهم على مسطره واحده، اللي هو ابقى اشهد الناس ويبقى ده موقف. ما انت عارف ان انت عملت غلط تاريخي. اقول لك على حاجه، امام عاشور ده اللاعب الاستثناء الوحيد في تاريخ النادي الاهلي. يعني امام عاشور ده اللي بعد كده هيتضرب بالمثل، اللي هو لما يجي حد من لعيبه النادي الاهلي زي ما كنا بنشوف زمان عصام الحضري وابراهيم سعيد والقصص اللي انتوا عارفينها دي، والاهلي كان ليه في كل موقف من دول موقف تاريخي. يعني انا كان بالنسبه لي الاهلي في حته والزمالك في حته، احنا مش على نفس مبادئ الاهلي، وكنت مقتنع جدا بفكره مبادئ الاهلي. بس مبادئ الاهلي بتتمثل في الاشخاص مش في النادي. النادي ده شخصيه اعتباريه، لكن كشخص ملتزم بمبادئ الرئيس اللي قبله، كان احسن واحد حط المبادئ دي كان كابتن صالح سليم، واحسن واحد مشي عليها اكتر من كابتن صالح سليم نفسه كان كابتن حسن حمدي. ويا للعجب ان مش الكابتن محمود الخطيب، يعني ان انت تقول كده على الكابتن حسن حمدي مش الكابتن محمود الخطيب، رغم ان المفروض الكابتن محمود الخطيب ده اسطوره، اسطوره. تقعد تتجنن. طب انت لما رحت جبت امام عاشور، نسمع بقى حجج فاضيه، انا هاخد خيره وارميه، هو انا بعد كده مش هعينه في الاداره؟ يا بقى انت اصلا ايه اللي وداك ليه؟ لعيب على مرأى ومسمع من الجميع، طلع عمل لك فيديو هو واثنين لعيبه معاه تاني من نادي الزمالك، دقت بيك الدنيا ان انا اروح اجيب اللعيب ده؟ فقرار غريب، قرار غريب. انا ما اعرفش انت حبيت تدي قلم للزمالك، هل شفته انت مثلا ان هو لعيب عظيم والاهلي ما يقدرش؟ عظيم لدرجه ان الاهلي يتنازل عن مبادئه عشان يجيبه؟ طيب، اللعيب ده الموقف الاخير بتاعه انه ما سافرش مع الفرقه، ماشي، جيت خصمت منه 1.5 مليون. انت شايف ان 1.5 مليون في عقد امام عاشور يسوى حاجه؟ ولا اي حاجه، سندوتشين طعميه يعني، فما يجيبوش حاجه. ففكره ان انا هعاقبه بالفلوس، لا، ولا الجمهور مستني منك ان انت تعاقبه بالفلوس. اكاد اجزم ان جمهور الاهلي في الموقف ده مش مستني منك ان انت تعاقب امام عاشور بالفلوس، مستني منك رد فعل يريح صدره. يعني على الاقل خالص، على الاقل خالص اللعيب ده يتجمد لنهايه الموسم، بيعه. اسالك سؤال، هو الاهلي
قبل امام عاشور، اختلف بعد الاهلي. الاهلي قبل امام عاشور اختلف، الاهلي بعد امام عاشور هو نفس الاهلي، بياخد نفس البطولات، بيحقق اكبر عائد من الموارد الماديه، بيحقق اكبر عدد من البطولات، هو المسيطر، هو المهيمن، هو الاهلي. فلا امام عاشور هيزودك ولا هينقصك. انا بقى المشكله بالنسبه لي، انت ليه امام عاشور سايبه يعمل فيك كده؟ والله العظيم ثلاثه، انا امام عاشور لو جه الزمالك ما يعنيني، وابطل اشجع فيها الزمالك اصلا. لكن انا بستغرب من الجمهور الاهلي اللي هو في كل، يعني مثلا قرار الاهلي لو طلع دلوقتي ان اللعيب يتجمد لنهايه الموسم، هتلاقي كل السوشيال ميديا بتاعت الاهلي ده اعظم قرار والمبادئ لا معلش، هي المبادئ فين اصلا لما انت جبت امام عاشور؟ كانت فين اصلا؟ فما ما نبقاش ما نبقاش الوهم. طيب لو مجلس الاداره رجع طلع قال لك ان هو يتباع الصبح، اي كلام بقى، تسمع بقى احسن قرار. طيب خلاص مش هنعاقبه وهننزله الملعب، احسن قرار. الخطيب وهو في ايديه الاداره شافت ان هو اللعيب هيفيد الفرقه، اللي عاجبه ماديا، وتقعد تقنع الجمهور بتاعك ان انا لما بعاقبه ماديا انا النادي كده كسب. فانا بستغرب جدا للمواضيع دي بصراحه. امام عاشور مش هو اللعيب اللي انت تستاهل تخسر مبادئك عشانه. انت كنت راجل انت كنت نادي بتاع مبادئ لحد، بالامانه يعني، وانا اسف لان انا عارف ان انتوا عندكم مشاكل في الحته دي، لحد قبل ما لحد قبل ما يجي كابتن محمود الخطيب. تخيل كده معايا كابتن محمود طاهر. كابتن محمود طاهر ده المهندس محمود طاهر، لو كان هو مكان كابتن محمود الخطيب، يا راجل ده لما رجع حسام البدري، رغم ان حسام البدري ده ماشي بكل الامور التعاقديه، يعني اتنازل عن العقد، عمل سوى معاك اموره قبل ما يمشي. لما جابوا كابتن محمود طاهر، مهندس محمود طاهر، انتوا ما سكتلهوش، انتوا بتقطعوا في كل حته. طيب قبل كده الكابتن محمود طاهر، المهندس محمود طاهر قبل كده طلع كان بيتكلم، كان في الانتخابات، فبيقول فرع مدينه نصر وفرع اكتوبر او فرع الجزيره. عارف كابتن شوبير طلع عمل فيه ايه؟ قطعه، بهدله. عارف يعني ايه بهدله؟ انت ازاي تقول ان النادي متقسم لاثنين، رغم ان انت اي شركه، اي مجال عنده فرعين في حته هيقول لك الفرع بتاع ده والفرع بتاع ده، صح ولا لا؟ كابتن شوبير والله لو عارف اجيب لكم الفيديو ده اجيبه، طلع قال لك ده بيقسم النادي، بيقول لك فرع مدينه نصر وفرع الجزيره. طب انت عايز ايه؟ لا انت قول النادي الاهلي، قول النادي الاهلي مش عارف وكلام. اول من انتخابات للكابتن محمود الخطيب كان شوبير نفسه طلع يقول لك ايه؟ الناس بتاعت فرع مدينه نصر لازم تخلي بالها، كان الجو حر ساعتها، لازم تبقى معاها ميه، الناس بتوع الجزيره لازم تخلي بالكم عشان الدنيا بتبقى زحمه فانتوا الكلمه ميكالين ده صعب قوي يا جماعه، طول الوقت الكلمه ميكالين. والجمهور ده انا اللي مستغرب له حاجه، ان انت تبقى راجل بالغ راشد عاقل كبير عيله، راجل يتقال لك كلمتين يضحك عليك بيهم. غريب. احنا كان ايام مرتضى منصور لما كان بياخد قرار مش عاجبنا كنا بنهاجمه. انا بستغرب ان جمهور الاهلي ما بيهاجمش ادارته. عملوا حلو ما بيهاجموش، عملوا وحش ما بيهاجموش، عملوا اللي عملوه ما بيهاجموش. جمهور الاهلي لا يهاجم ادارته على اي قرار ياخدوه. طيب انت اصلا امام عاشور ده لما جالك انت كان فين صالح سليم؟ انت كنت بتقول امام عاشور مش عايزينه وصالح سليم مش ناسينه، صح؟ انت النهارده واقف مع امام عاشور بكل القرارات اللي خدتها الاداره، مسحت كل الكلام اللي قاله، صح؟ وفي الاخر كابتن احمد شوبير طلع يقول لك ايه؟ الاداره الاعلاميه ادت لامام عاشور هنبعت لك البوست تنزله. طب ما هيقول لك ماشي، بقى عامل الجرم ده كله اللي هو ما يسافرش مع النادي وقافل تليفونه وكل ده، وانت جاي تقول لي انه هقول لك اعتذر، انت مش عايزه يعتذر؟ سهله. ما يا باشا اقول لك على حاجه، لما بيكون اتنين داخلين خناقه، واحد يضرب ويطحن اللي قدامه، تيجي تقول له اعتذر، هيبقى بالنسبه له الله، هي تخلص على كده، طب انا اسف.